مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم سنقدم لكم 3 سيناريوهات محتملة لنهائي كأس العرب قطر 2025، البطولة التي ستنطلق يوم الاثنين 1 ديسمبر 2025 وسط ترقب جماهيري عربي كبير وأجواء كروية تنتظر القمة. سنحلل المنتخبات المرشحة، نقاط القوة، نقاط الضعف، ومن الأقرب لرفع اللقب. خليكم معنا. السيناريو الأول: قطر ضد الجزائر. نهائي ناري بين الأرض والجمهور والخبرة الإفريقية. لماذا قطر؟ تلعب على أرضها وبين جمهورها، فريق متماسك شارك في بطولات كبيرة، سرعة في بناء الهجمات واستغلال الأطراف. لماذا الجزائر؟ خبرة قوية في البطولات العربية والأفريقية، لاعبين محترفين يقدمون حلولا هجومية جاهزة، قوة بدنية وتنظيم ممتاز في وسط الميدان. نقاط القوة: قطر سرعة، انسجام، جماهير. الجزائر وسط قوي، خبرة، ثبات دفاعي. نقاط الضعف: قطر الضغط في آخر الدقائق، الجزائر تذبذب الأداء في بعض الفترات. من الأقرب للتتويج؟ قطر إذا سجلت مبكراً، الجزائر إذا سيطرت على وسط الملعب. السيناريو الثاني: العراق تونس. نهائي مفاجئ لكنه واقعي. لماذا العراق؟ فريق لا يستسلم ويمتلك روحاً قتالية عالية، قوة بدنية في وسط الملعب، تفوق في الكرات الثابتة. لماذا تونس؟ دفاع منظم وانضباط تكتيكي، سرعة في الهجمات المرتدة، خبرة كبيرة في البطولات الرسمية. نقاط القوة: العراق قوة بدنية، قتالية، ثبات في الكرات العالية. تونس دفاع صلب، خبرة، هجمات سريعة. نقاط الضعف: العراق فقدان التركيز آخر المباراة، تونس تراجع بدني في الشوط الثاني. السيناريو الثالث: المغرب ضد مصر. نهائي كلاسيكي بنكهة عربية خالصة. لماذا المغرب؟ انضباط تكتيكي عالي، قوة دفاعية وارتداد سريع، لاعبين ذوي خبرة في أكبر الدوريات. لماذا مصر؟ تاريخ طويل مع النهائيات، واقعية في اللعب وقدرة على إدارة المباريات، شخصية قوية في الأوقات الصعبة. نقاط القوة: المغرب تنظيم، سرعة، دفاع قوي. مصر خبرة، ذكاء تكتيكي، قوة شخصية. نقاط الضعف: المغرب صعوبة أمام الدفاعات المغلقة، مصر بطء في التحولات أحيانا. من الأقرب للقب؟ المغرب إذا لعبت بجماعية عالية، مصر إذا اعتمدت على خبرتها في النهائيات. إذن هذه كانت أبرز 3 سيناريوهات محتملة لنهائي كأس العرب 2025 في قطر. كل منتخب لديه فرصة، كل منتخب قادر على كتابة التاريخ، والملعب هو الفاصل الوحيد. اكتبوا لنا في التعليقات من تتوقعون أن يصل للنهائي ومن سيفوز باللقب، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك ليصلكم كل جديد.